فيك. أقول في البداية: خاب وخسر من قام بالتحليل النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي أحد من الأنبياء. بعد هذا أقول وقفة: يجب أن نفرق بين التحليل النفسي وبين التفسير النفسي. التحليل النفسي هو اكتشاف الظواهر من خلال دراسة العقل الباطن، أنزه أنبياء الله كلهم من فعل ذلك الشيء، ولذلك لا يمكن أن أقبل من نفسي أو من غيري أن يقوم أحد بالتحليل النفسي. إذن هذا هو التحليل النفسي. أما التفسير النفسي ما هو؟ هو استنباط المعاني وربطها بغيرها من الأحداث حتى نستخرج دروسا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أفعلها؟ نعم أفعلها وأتشرف بذلك. إني أبرأ من التحليل النفسي لنبي الله وغيره ولم أفعلها في حياتي. أما التفسير النفسي فقد فعلته وسأستمر في فعله متشرفا بذلك. لماذا؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة فيها كل المعاني الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية، ولذا فإن استخراج تلك الدروس ومنها الدروس النفسية محط دراستي وتخصصي هي ضرورة. لماذا؟ حتى نتعلم منها فنعيش كما عاش صلى الله عليه وسلم. بل أن هناك ما يؤيد كلامي: العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسلامية سواء في داخل السعودية أو في خارجها من تدرس هذا الأمر. فأنا لم آتي بجديد حينما أقوم بماذا؟ بالتفسير النفسي، وهو ربط الأحداث ببعضها، وليس بالتحليل النفسي وهو دراسة العقل الباطني للأنبياء، فأنزه أنبياء الله عن ذلك. وأشكرك على الاختلاف. أشكرك طبعا أبو علي. أنا أحب أختم بس